السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. دلوقتي في شارع شهاب في المهندسين، نازلين قبل الشغل بساعة عشان اصور لكم الفيديو ده واقول لك تفاصيل الشغل في طلبات باختصار. اهو يا جدعان ده المنطقة اللي انتوا هتنزلوا تشتغلوا فيها. اهو لسه بنصور الفيديو، واحد معدي مسلم علينا والتاني اهو. حبيبي، ايه رايك في الشغل في طلبات؟ لا كويس. ما نزلتش معايا ليه طيب؟ ايه؟ ما نزلتش معايا ليه؟ ما انا ما عرفتش اتصل معاك. لا. طب انت محتاج حاجة؟ حبيبي. عايز حاجة؟ طيب. سلام. سواقة العجلة الصبح متعة والشوارع فاضية، عندي أحسن من المكنة ب100 مرة. بص، بص الشوارع عاملة ازاي؟ الجو بدأ يعني فيه هوا بارد مش حر. أنا كوباية قهوة على الصبح، لسه فاطرين من شوية. وادي كوباية القهوة. ادي المرسيدس بتاعتنا عايز اظبطها والله، اركب لها بطارية روق عليها. بص وانا اشرح لك آه طريقة التقديم وطريقة الشغل. اشرح لك طريقة الشغل الاول، بعد كده اشرح لك طريقة التقديم. طريقة الشغل: انت اول ما بيتعمل لك الاكونت في طلبات، بتنزل تختار شفتاتك وتفتح كل يوم، بتفتح الابليكيشن على ميعاد الشفت، بيجيب لك صورة يتأكد ان انت اللي بتفتح الايميل، بتتصور صورة سيلفي بيتأكد ان انت اللي هتشتغل. بيروح ايه يبدأ بقى يجي لك اوردرات. انت بتاخد اوردر مثلا من مطعم، بيجي لك اوردر من نقطة مثلا ايه، انت مهمتك ان انت تاخد الاوردر من نقطة ايه اللي هي نقطة المطعم، او النقطة اللي انت تستلم فيها الاوردر، توديه للنقطة بي اللي هو العميل. بس ده الشغل باختصار. القبض بتاعك بيبقى اسبوعي، بينزل لك كل خميس. متاح في الشركة ان انت تشتغل بمكنة او عجلة. العجل ليه سعر وليه مسافات معينة، والمكن برضه ليه سعر وليه مسافات معينة. المكنة طبعا عشان تشتغل بيبقى معاك البطاقة والرخص بتاع المكنة ورخصة القيادة، أما العجل هي البطاقة بس تشتغل بيها عادي. الشغل بيبقى بنظام الشفتات، متاح ان انت تنزل بالليل، متاح ان انت تنزل بالصبح، متاح شغل على مدار ال 24 ساعة وفي اوردرات. من اما تنزل هتلاقي اوردرات. هي الشغلانة في طلبات مجزية، مجزية. طب انت لو عايز تشتغل تعمل ايه؟ بتكلمني على الخاص، هسيب لك رقمي في الكومنتات وبتبعت لي الورق بتاعك، بنرفعه والشركة بتعمل استعلام امني خلال 24 ساعة. الورق بتاعك اتقبل، بتيجي تاني يوم تحضر محاضرة كده بيعرفوك ايه تفاصيل الشغل وانا ببقى معاه. يعني انا دلوقتي رايح مع المناديب اللي كلمتني ورايح المقر، رايح معاهم يحضروا المحاضرة دلوقتي. بس ساعتين وبعد كده خلاص، هم بعدها ب 24 ساعة بيكونوا شغالين على الأرض. الشغلانة دي كويسة، سواء هتعتمدها كشغلانة أساسية أو هتشتغل جنب الدراسة أو جنب شغل تاني. كل ده تقدر تعمله، وتقدر سواء إن أنت تعتمد عليها كشغل أساسي أو جنب شغلانة تانية أو جنب حاجة تانية. يعني هتديك مرونة إن أنت تقدر تعمل كده. بالنسبة للناس اللي معاش عجل، إحنا بنوفر لكم عجل بإيجار رمزي، تشتغل عليها شهر 2 3 لحد ما إيه تقفوا على رجليك وتشتروا عجل. لسه مخلصين المحاضرة حالا ومروحين. الناس اللي بتسأل على التفاصيل ده هو كل اللي بيتم، يعني الدنيا سهلة ايه، مش صعبة. يعني الناس اللي خلاص حضرت دي ورفعنا ورقها واتقبل وحضرت، خلال 24 ساعة بيكونوا شغالين. بس لو رقم عندك على الواتساب هتلاقي في الكومنتات، لو احتجت تسأل على أي حاجة ابعت على طول. نسيت أقول لكم، احنا طالبين الحزام اللي هو بيتلبس من أمازون عشان هنلبسه بقى واحنا سايقين العجلة هنبدأ نلف. ممكن نرجع نشتغل تاني عشان نصور. هبقى احط لكم صورته، الحزام اللي احنا طالبينه، كمان شويه معدات منها مايك ورينج لايت. شوفوا محتوى ضرب نار. هو ده كده بالنهار بيعز الزحمه في المنزل، ده كده زحمه، فاهم؟ عشان كده اوعى تاكسي، ربنا ما معايا فرامل. عشان كده انا بعشق حاجه اسمها مهندسين.
بص الزحمة بتاعتها أثر روقان. الجو أصلا يعني دلوقتي مش حر، هننزل نشتغل بالنهار خلاص ما بقاش حر زي الأول. الدنيا بقت كويس، الجو عادي طبيعي. شغال طلبات أهو. أراهنكم مش هنجيب آخر الشارع إلا هنصادف حد شغال طلبات معانا. نفضل ماشيين لحد آخر الشارع لازم نقابل طلبات. مصر كلها شغالة طلبات. أقصى احترام ولا إيه؟ قربنا نجيب آخر الشارع. هنلاقي هنلاقي طب تركن وخلاص مفيش حد ماشي وراك. علم غبية. سلام بقى عشان نطلع الكوبري ده عكس اهو طلبات اهو يا طلبات.